السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي شريتكم كامل بخير ان شاء الله. خوتي تكونوا في الف صحة والف عافية. جيت خوتي ان شاء الله اليوم لابيري تاع المطاعم اللي راح نديروها خوتي. القوام تاعها هايل بزاف. البيري دو بومي دو تير اللي راح نديروها خوتي ان شاء الله بطريقة هايلة. طريقة بزاف تجي فيها القوام تاعها هايل بنينة ما شاء الله. تحسوا رواحكم بلي راكم تاكلوا في لابيري تاع المطاعم سوا سوا. بعد ما جبت كيلو تاع بطاطا، كنت استعملت هذه البطاطا رقيقة، غسلتها جيدا وبديت نحط فيها في البابي ألمنيوم. الخطر هذه ماناش راح نطيبوها في الماء، كذلك ماناش رايحين نفوروها، راح نحطوها ديريكت في البلاطو. نشعلو الفور تاعنا على 160 درجة، نخلوها ساعتين، نحطوها ديريكت هكذا في البلاطو. واللي عنده هذاك الملح الصخري يحط الملح الصخري ويحط البطاطا تاعو طيب ان شاء الله. هنا جبت قطعة تاع لحم كيما راكم تشوفوا غنمي، درت شوية فلفل عكري، درت لها شوية كزبر، شوية راس الحانوت، كذلك شوية فلفل أسود. حطيت على راس المغرفة فقط تاع كمون اللي يعطي طعم هايل بزاف للحم نتاعنا. دخلوا هذيك التوابل هكذا بالطريقة هذه. ومن بعد أخوتي نجيبو كوكوطة، نحطو فيها كمية هكذا معتبرة تاع الزيت، نحطو زوز سنة تاع ثوم بعد ما رحيناهم أكيد، نجيبو راس فلفل هكذا حار صغير، وهذا على حسب الرغبة نتاعكم. ونقليو جيدا اللحم تاعنا هذاك هكذا بالطريقة هذه واحد مدة دقيقة فقط باه ميتحرقلناش هذاك الثوم. ونضيفو كاس نتاع ما يكون كبير شوية، ونخليو اللحم تاعنا يطيب. بعد ما نسكرولو الكوكوطة واحد لمدة أكثر من نص ساعة يكون اللحم تاعكم طايب واجد، لاصوص تاعكم واجدة باه تحطوها ولا تزينوا بها لابيري تاعكم. في الأخير إن شاء الله راح تعطيكم طعم هايل لابيري نتاعكم. بعد ما مرت لي ساعتين خوتي كما راكم تشوفوا البطاطا ديك طابت لي ما شاء الله. نحكمو خوتي نقشرها بالطريقة هذه. كان جاتني بطاطا طيبة كذلك ناشفة ما فيهاش الماء، وهذا هو اللي رانا نحوسو عليه إن شاء الله باش تصلح لنا لابيري نتاعنا. نقشرو خوتي البطاطا تاعنا الكل كيما راهي، نحطوها في كاسرونة ونبداو نميكسيو فيها، نبداو نرحيو فيها بالبرا ميكسور كيما راكم تشوفوا كذا خوتي. ماشي بالبرا ميكسور بالباتر. فوالا نبداو نرحيو فيها بالباتر، ونحطو الزبدة تاعنا. عندنا كيلو تاع بطاطا، انا كنت استعملت واحد الكيلو هكذاك، نضيفولو واحد 150 حتى 200 غرام زبدة هادي مارغرين هذيك نورمال، وتضيفوا فيها بالكمية حتى تخلص لكم الكمية الكل إن شاء الله. نديروا شوية ملح. هنا الملح راح يكون على حسب الرغبة نتاعكم. في الأخير خوتي وهذا اختياري، كنت درت كما راكم تشوفوا ماشي على الحليب. الحليب لازم نديرو 2 مغارف، والفلفل الأسود كنت درت على راس المغرفة فقط، وهذا اختياري كما كنت قلت لكم خوتي. ميكسيوها هكذا خوتي جيدا. بعد ما نميكسيوها لازم نروحو نعطيوها في النار. انا كنت ما صورتش هنا، لازم على الاقل نخليوها نقليوها شويه برك واحد مدة دقيقه ولا 2 دقائق باه نخرجوا لها الهواء هذاك تاعها اللي فيها كيما ضربناها بالباتر. وهذه الطريقه خوتي كنت زينت بها لابيري تاعي. وكنت كما راكم تشوفوا خوتي تشكلوها كيما تحبوا. كانت جات ابيري ما شاء الله، القوام تاعها رائع جدا. لابيري هذه هي تاع المطاعم اللي راح نديروها وتفرحوا بها وليداتكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا خوتي نجرب معكم طبسي هنا. كنت شكلت شكل تاع وردة كما راكم تشوفوا بالطريقة هذه. في الاخير نزينو بلاصوص نتاعنا هذيك اللي كنا درناها، جات بنتها ما شاء الله. كنا درنا لاصوص هذه باللحم، جات روعة ان شاء الله خوتي. نتمنى تجربوها، تعطيو لي رايكم في التعليقات. الف صحة والف عافية خوتي على قلوبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.